قائمة مباراتي الكاب فير وجنوب افريقيا. نعطيك القائمة خالد. في حراسة المرمى بونو المحمدي بن عبيد ويوسف المطيع. دفاع السايس أكرد اليميك موفي حكيمي مزراوي آدم مسينا عبد الكبير أبقار أشرف داري قندوس. وسط الميدان مرابط الصبيري مالح الإدريسي لوزة الشاعر زياش وبوفال. في الهجوم أبو خلال النسيري الزروي أو الزروري عفوا وليد شديرة عبد الزلزولي. هذاك الزلزولي ما عيطلوش لأنه باش يلعب مع المنتخب المغربي أقل من 23 سنة. وليد شديرة حكينا عليه البارح. عبد الرزاق حمد الله وطارق تيسودالي. هذوما قائمة المنتخب المغربي. 28 ملاعبي محمد 28 ملاعبي منهم 23 ينشطوا في أوروبا. 23 هذوما منهم 13 يلعبوا في الدوريات الخمسة الكبرى. شكون جديد؟ الجدد يوسف المطيع من الوداد حارس مرمى اسماعيل قندوس من البطولة البلجيكية. هذوما حكينا عليه نحن حارس المرمى مطيع ديجا هذولي من تصريحاتك انت عيط له الركراك تفرج فيك وعيط. لا انا الرقم انا اللي شدني انه 23 لاعب ينشطوا في اوروبا 13 منهم في الدوريات الكبرى. خالد مستوى عالي مش من الفراغ راهو مين باش توصل لك الادوار المتقدمه في الكاس العالم. راه ما انت عندها ديستار عندها ومازالت عندها المشكله فيش مازال عندها مينيموم فما 15 لاعب اخرين يلعبوا البرا نتاع البرسا اللي عمره 15 زاد باش يلعب مع اليو 23 هكا. دونك الحقيقه شو نقول لك منتخب ثري بالملاعبيه عنده ملاعبيه كاليبر كبار. وبيننا الايام يمين تشوف المنتخب المغربي هو ديجا قاعد يقارع في المنتخبات الكبرى وباش يقعد في ستاندينغ نتاع فرنسا برازيل البرتغال هذو لوبجيكتيف. لكن واضح انه تحقيق كاس افريقيا القادمه معناها باش تاكد البيرفورمانس الكبيره اللي عملتها في كاس العالم. شوف الركراكي ما عنده حتى خيار حتى عذر خاطر الملاعبيه موجودين. الفيدراسيون موفرت له كل امكانيات التربصات كل شيء معنا فهمت. ما عنده حتى عذر انه ما يهز كوب دافريك القادمه. لا الارقام الحقيقه تحكي ارقام نقول لك 23 لاعبي في الاوروب 13 في الدوريات الكبرى. محمد ارقام عالميه. ترى انه المنتخب المغربي ممكن عنده بعض النقائص في بعض المراكز ولا المنتخب كامل حسب رايك في افريقيا ترى هو الافضل حاليا محمد؟ شوف اول حاجه المنتخب المغربي في الافريق الروندمون نتاعو مش كيف مش كيف مثلا في الشامبيونز ليغ قبلها كوب دافريك ما شفناهوش كيما كوب دي موند. ماهوش كيف ماهوش مع الركراكي انه ليتا لكن هما نفس الجوارات لكن ليتا تاع المحيطه به في الافريق وكذا وسخانه وتيرانات ما تلاقيش الملاعبيه اللي هما 23 قلت لي انت ترونجي 23 يلعبوا لبرا يعني مازال التاقلم ناقص في الافريق. لكن هما قيمه ثابته كملاعبيه قيمه ثابته او نيفو قيمه ثابته. لكن هذا زاد من جمله تسهيلات للمدرب يعني كما نقولوا بونيس اللي هو لانك تلقى انت على شكون تعمل عندك اللي دوبلور كي تلفت البنك تلقى شكون تهبط تلقى قيمه ثابته تهبطوا حتى وقت اللي تعب تويكا ولينا نقولوا توا في الفوتبول مودرن تويكا ولات كل شيء بالحسابات توا مين انت يجيك يقول لك عندك هنا يقول لك الاناليست يقول لك تك تك يضرب على الاورديناتور يقول لك هذا يقول لك راهو سيء مازال سيء وفال سيء اللي فورم نتاعو ما عادش ربع ساعه مازال هذا تعلمها في ستاج هو اسمعني لا انا اللي عجبني فيه يقول لك تعلمت حاجه ما نعرفش قاعد نتعلم. لا جوارديولا قال لهم انا اكبر سارق في العالم. انا نسرق المعلومه لكن نطورها. انت سارق زاد نسرق المعلومه لكن نطورها الايماجيناسيون نتاعي حاجه اخرى. سكاوت وسكاوتينغ بلوتو لي سكاوت تاع المغرب وتقصي ولا اكتشاف المواهب يخدموا على طول يعني في المغرب. سليم الجباري مثلا لاعب اتلتيكو مدريد اللي اقل من 19 سنه ينتمي لمنتخب اسباني. كيما انا ذكرني برشا في حكايه حكيمي في تصريح ليه مع بين سبور قال كنت مع منتخب اسبانيا لمده عامين الفئات السنيه الشابه. بالله خلينا واحد من اسبانيا في اسبانيا برشا موتي التموضع الجغرافي نتاع البلاد زاد يعاون في بيان سور بيناتهم بحر ما ضيق طارق. قال لك المرحله هذه نعتبرها مرحله
مرحله تجارب مع اسبانيا جربت. نورمالمون يعطيه الزودياك. شكون؟ ماشي جاي على اسبانيا. خلينا نكمل. تفضل. خلينا نكملك ما يعني الحس هكا برشا محمد من فضلك محمد ما يعني الحس. قال الانتماء دفعني لاختيار المغرب ونتمنى ان نلتحق مستقبلا بالمنتخب الاول. هذا يلعب في اتلتيكو مدريد اقل 19 سنه. سليم الجباري. اي وقتاش قال هذه؟ توا ديرنيرمون نهارين هذوم. قال ما دفعني لعدم تلبيه النداء لتمثيل اسبانيا هي المشاعر والاحاسيس لان الدماء تدفعك لاختيار المنتخب الاصلي وهذه الامور متجذره في عائلتي. قيمه العائله. لا مش هي. لا شنو مش هي؟ البريستاسيون اللي عملتها المغرب اشرف حكيمي واشرف حكيمي. حكيمي. البريستاسيون اسمع سامح. اسبانيا اي حد يحب ينتمي لاسبانيا ككوره يقول لك اسبانيا خير. حكيمي لكن شوتي بني قلت لك عاد حكيمي شكون حكيمي؟ اشرف حكيمي. قبل المونديال واحد في القضيه اما هو طفل صغير وقتاش قالها بعد كوب دي موند بريستاسيون تاع اللي عملتها سجل المنتخب المغرب عمره 14 متى زاد يحسبها يقول لك انا المنتخب اسباني نجم ما نلعبش. هي ما قيمه العائله خالد. زاد كيما قال محمد زاد انا جا الماروك ضعيف كي نغزر الليسته نتاع الماروك نلقى فيها زياش حكيمي كي جا ضعيف ما يختارهاش صحيح اكزاكت برشا ملاعبيه معناتها مغريه تسال لك راهو الحكايه حتى كي الفيدراسيون باش تحكي مع الملاعب تسال ولا نقولوا باش نلعب مع حكيمي مع زياش صحيح. اما زاد العائله اي عندها دور. العائله عندها دور كيفاش تاثر الملاعب كيفاش تغرس فيه ممكن روح الانتماء للبلاد. معناها عندنا حتى نحن في تونس ملاعبيه كيك الحقيقه معناها حبوا تونس وفضلوا على منتخبات اخرى. حنبال مثلا فما فرق ما بين المايك فما فرق ما بين انا نبعث لك انفيتاسيون ونجيك ونكبر بيك كيما انت اسبانيا ما عملتك حتى شيء باش تستقطبك. لا هو يلعب مع اسبانيا. يلعب مع اسبانيا. شوف في الصغار نحكي هذاك يلعب في الصغار. لا ايكيب ناسيونال يجيك مثلا المغرب ايكيب ناسيونال سينيور يقول لك باش تلعب معايا. اسبانيا ما تكلمكش يقول لك انت باش تختار بطبيعتك انت ليك الشرف تجيني. لكن هو اختار اللي شكون نقولوا نحن يدلوا شكون يهزوا مورال وشكون يتلهى به يحب سبحان الله. هي كيكا تدخل فيها المنافسه والاغراءات نوعا ما اللي فما زاد حتى اغراءات ماديه فما لا ما يعملوش اسبانيا وفرنسا الاوروب ما يعملوش اسبانيا كيك الجزائر نعمل فيها الجزائر نحن نعملوها هما لا مش هذا الفرق. قلت لك الجزائر نحن عملنا قبل الفرق ما بينه وبين نحن نعملوا نقدموا غراءات هما قبل تو ما عادش قبل كانوا عندنا الفلوس تو ما عادش. مش على تونس نحن تونس حاجه اخرى. تونس نحن تويك الساحه فارغه. الساحه